ديالو كان كيخصو واحد النقطه ما كتستجبش للمنظومه الرجاويه. غلام كانت عنده الاشكاليه ديال ماشي محب للفريق، مسير ورجل معقول، ولكن ما كانش محب لكره القدم كاع بصفه عامه. غلام واحد الانسان عنده ميولات اخرى، لكن كيبقى احسن مسير في تاريخ كره القدم المغربيه. نعم. هو السي عبد الله غلام. عادل هلا هو المثال الايديال لعقليه الرجاوي، لا المودرن لا العقلاني لا الشعبوي لا الذي لا منطق له. جمعهم كلهم. علاش؟ لان عادل هلا ألف يجمع بين الرجل المثقف والمتعصب والعقلاني والمحب الشغوف إلى درجة الجنون وكذلك الذكي. وهذه الصفات كلها تجمعات وعطاته شخصية المسير، أعطانا الموديل الإيديال باش يكون رئيس فريق الرجاء الرياضي. وثق بيا بأن عادل هلا مني غادي يخبر وغيرضع مزيان هذا الميدان، أنا متأكد بأنه غيكون عنده مقام في الجامعة ولا في أجهزة كرة القدم الدولية. لأن الرجل ملهم ذكي جدا، مرتب، لا حتى في الحوارات ديالو. نعم. واش لاحظتي كيفاش كيرتب الأفكار وكتجي اعتباطيا ماشي مقادها. اكزاكتومون. عاد باش ذكاء خارق تبارك الله، هو انجينيور كبير بأمريكا. بأمريكا داير بلاصتو مع ناس قدهم قداش. نعم. وعاد باش ذكي جدا ومحب. وانا صورت هذاك النهار يتحول معك من ملم بالقانون لدرجه انفانتينو وكذلك بلاتير الى اصغر حياح في فريق الرجاء الرياضي، وهذا هو الموديل اللي غينجح في الرجاء. نعم. لان الرجاء الرياضي له خصائص، كنت انت كتماهى بحال الزلزال. الرجاء الرياضي بحال سكوس ديما معك، ما كيريحوكش، كتسمعش دعم. سمعت مره واحده عرفوا راسهم غلطوا. نعم. مع واحد جاب عليهم بالباله وغندير وغنعس عباد الله ونفيق. طيب. هذا في الاخر عرفنا شنو دا. سمح لي انا كنصور كاين مرحله، وإلا كنت خارج الصواب قول لي خارج الصواب. هنا بغيت نسولك امين، هو انه لو ما كانش مثلا عادل هذا كيف ما صورتيه دابا، لو كان شخص اخر واش كان غادي ينجح؟ يمكن انت هضرتي مع عادل اكثر مني. شي اللي عندي البرنامج كانت اول مره كندوز معاه ساعه ونص. فين هضرت معاه؟ زعما مثلا ثالثا انا هضرت معاه في التليفون 4 ثلاثه المرات. نعم. عادل هلا. نعم. مؤخرا مورا فاش عندي هضرت معاه مره، لا اقل ولا اكثر. نعم. انا غير قلت لك فاش دابا داز رئيس الله يوفقك الله يقدرك الله يعاونك صافي. الوقت اللي صورتيه بحال هكذا لو كان رئيس اخر ما كان عادل هلا، واش كان ينجح في رفع هذا المنع من خلال المجهود اللي دار في هذه الثلاث الاسابيع الاخيره؟ شوف باش نتكلموا على واحد النقطه مهمه جدا. الرجاء مشيت على قبرصتك واقيلا. لا نهائيا. انا تا سي طارق احمد ولو لم يتفق معي فما قالش كلام، بالعكس انا ما عنديش اشكال في كلامه نهائيا. طيب. انا تا حكم القيمه شي ما يكونش حكم القيمه قدحي. وانا معنى القدحي يعني قدح هذاك التقزيمي. ما عنديش مشكل تقول لي يا ودي انت فاشل وما كتعجبنيش وكذا، ما عنديش فيها اشكال. هضره تقزيم. لا ما عنديش اشكال، ما عنديش اشكال، ما عنديش اشكال. نرجع ما عنديش اشكال. ما هكا الدنيا. نبقى معك في التصور ديال الامر كان صعب. علاش؟ انا نشرحها لك قانونيا. الرجاء الرياضي شنو اللي وقع لها؟ هو واحد الاحكام اللي كانت مثلا خصها تكون يا ديسمبر يا جوان، جات دابا لان تحيدت واحد المرحله في التقاضي. فكون ما كانتش هذيك كان يقدر اي واحد تما يسيرها. ولكن دابا كان خص واحد يكون عقلاني اللي ما يجيش يغمق على عباد الله ويستغل العاطفه والشعبويه. ولاحظتي بان عادل كان هكا، جا ما استغل العاطفه الشعبويه وكان واضح ها اللي خص الرجاء ما عمر مول الشكاره غينجح فيها. نعم. لان الرجاويين بحكم طبيعتهم الفوا بانهم خصهم فريقهم يكون ينتمي لهم ويشبههم ويعبروا فيه كيف ما بغاو، وصعب على مول الشكاره كيبغي يحكم بوحده ويخطط بوحده ويقرر بوحده بانه يعيش في فريق الرجاء الرياضي، شي حاجه مستحيله. بودريقه في الموديل ديالو الجديد ما كانش هكذا، ما كانش مشكره، ما كانش مشكره. وكانوا الناس اللي هما صعاب. نعم. صعاب ايجابيا، اللي هما عادل هلا وخالد فاكرني وعبد الله والسلوى الزاني وهذا وعادل باقي اللي رجع دابا الى اخره. وفيها واحد المؤسسات المنخرط اللي هي شرسه مزيان، ولو في الاحيان تتجاوز حدود ديال الامور المعقده. باش نقول لك بان ما كانش غادي يرفعوا هذا بحكم الغيب، وانا ما يمكنش يحكم على الغيب. لكن شخصيه عادل بالناس اللي معاه وبالعقلانه اللي عندهم والنكران الذات اللي كانوا فيه ساهمت بشكل كبير
في تاهيل ملفات فريق الرجاء الرياضي، لانها كان امر مستحيل على توم كروز. رجل المهمات المستحيل. طيب ياسر عطار قال لك استغل حضور محمد امين للتفاعل معه في رايه البارحه عندما قال محمدي ما عندهاش جمهور. اقول شباب محمدي عنده جمهور خاص بها، لكن ساخطين على الفريق ومسيرو واخدين موقف عدم الحضور الملعب في القسم الثاني، والهواة كالجمهور كيعمر الملعب عن الاخير. ما عرفتش ما عقلتش كيفاش قلتها السياسيين باش نفسر. انا ما عمرني نقول لك ما عندهاش جمهور، ما كاينش شيء، ماشي هذا الصيغه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجاوية، رجعنا لكم من جديد، وكيف ما سمعنا كاملين في الفيديو محمد امين الصحفي والاعلامي القدير كيشبه عادل هالة بغنم، وكيقول ان عادل هالة هو اللي غادي يرجع الرجاء للامجاد ديالها، حيت فيه مشروع ديال المسير كبير، وان عادل هالة كيتوفر على امكانيات كبيره في التسيير. هادشي اللي غادي يخول ليه انه غادي ينجح مع نادي الرجاء الرياضي. عادل هالة كيمتاز بعدة مزايا اللي افتقدناهم بزاف في عدة رؤساء ترأسوا نادي الرجاء الرياضي، خصوصا في السنين الأخيرة. عادل هالة عنده الكلمة، عادل هالة كيعرف يقنع، عادل هالة رجاوي حر، مخلطة في جميع الأطياف الرجاوية. هادشي اللي غادي يخول عادل هالة أنه غادي ينجح داخل مؤسسة نادي الرجاء الرياضي. زائد الجماهير الرجاوية متفائلة بهذا الرئيس، وعارفين أن الرجاء غادي تنجح مع عادل هالة. عادل هالة واحد السيد قاري مزيان، مهندس دولة في أمريكا، يعني هاد السيد غادي يفيد نادي الرجاء الرياضي بعدة مشروعات اللي مسطرهم في نادي الرجاء الرياضي، وكل شيء وراء عادل هالة. وكاع الجماهير الرجاوية عارفين ان عادل هالة غادي ينجح مع نادي الرجاء الرياضي. هادشي علاش كاع الجماهير مساندة هاد السيد. زائد ان هاد السيد داخل ما طامعش في الكرسي. هاد السيد الخير ديالو ما عمرنا غنساو، بعد ما حتى واحد ما قد يترشح باش يشد نادي الرجاء الرياضي، عادل هالة ترشح وغامر، وخا ان الرجاء غارقه مشاكل والمنع واللاعبين والانتقالات، ولكن السيد ما تخلاش على نادي الرجاء الرياضي وترشح، والحمد لله رفع المنع وخلص اللاعبين وقيد اللاعبين الجدد. وبفضل عادل هالة الرجاء حاليا تكاليفات الى الدور المجموعات، ودابا عاد الخدمه ديال بصح غادي تبدا عند عادل هالة. هادشي علاش كنتمناو ان هاد السيد ينجح مع نادي الرجاء الرياضي ويجيب لنا عصبة الابطال.